the cyber world. I am the mysterious hacker profile. Codes are my weapons. Exploring the unknown cyber realm. أهلا بيكم في أول فيديو هنتعلم فيه استخدام الكود في الذكاء الاصطناعي. مبدئيا كده الكورس ده مش محتاج منك إنك تكون متخصص في أي حاجة ولا إنك تكون عندك معرفة سابقة في ال AI يعني حتى بلغة البايثون. ومبدئيا كمان أنت مش محتاج جهاز قوي ولا محتاج إمكانيات عشان تقدر تدرس معانا الكورس ده. الكورس ده بالكامل مجاني ومهدى ليك أنت. خلينا نبدأ مع بعض كده ونقول إن في أول حلقة من الكورس ده هنتعلم مع بعض إيه إزاي نجهّز الenvironment أو بيئة العمل اللي هنشتغل عليها. إحنا هنعتمد هنا على حاجة سهلة وتكاد تكون مُعدّة مسبقًا يعني اللي هي Google Colab. هنيجي بجوجل ونبحث عن الموقع ده اللي هو اسمه Google Colab أو Collaboratory. هتظهر معانا الشاشة زي ما حضراتكم شايفينها كده، وهنيجي هنا من File ونعمل New Notebook in Drive، وده معناه إن هو هيسيّب لي أي حاجة هتظهر أو هاشتغل عليها في الفترة الجاية هتكون عندي متسيبة على الدرايف عند حضراتكم يعني، فتقدروا ترجعوا لها بكل سهولة. وهنا هنبدأ نطبع حاجة بسيطة كده ولتكن مثلًا print دي عشان نتأكد هنا إن لغة الPython طبعًا موجودة. welcome to the AI course. كده أنتم متأكدين معايا إن الPython هنا إيه، شغال على الكولا. عايزة أوضّح لحضراتكم بعض الإمكانيات يعني اللي موجودة في جوجل كولاب، وعشان برضه حضراتكم تبقوا عارفين إحنا شغالين على إيه أو إيه هو الجوجل كولاب ده. اعتبروا إن هو إحنا بنقول عليها في مجال الAI يعني عندنا بنقول عليها مَكَنة، يعني جهاز اعتبره جهاز قوي جوجل بتدّيه لنا ك مساحة عمل يعني بنشتغل عليها، بتكون مدّيانا رامات. لو حضرتك ضغطت هنا على رام وديسك دي هنعرف هنا الخصايص اللي إحنا نشتغل عليها. وهنا جوجل بتتيح لنا طبعًا بشكل مجاني حوالي 12 جيجا رام أهو زي ما أنتم شايفين، والdisk space حوالي 107 جيجا، ودي حاجات كافية جدًا، جدًا إن حضرتك تقدر تشتغل عليها وتتعلم معانا الكورس ده ومن غير أي يعني ما حضرتك تكون عندك تجهيزات سابقة. خلّينا هنا نشوف مثلًا لو ضغطنا على change runtime دي تحت، هنا لو إحنا عايزين هنشتغل على الCPU وهنا هنختار T4 GPU لو إحنا هنشتغل على GPU أو لو على حاجة قوية، لكن بقية الfeatures ديّة مدفوعة، لكن إحنا بيكفينا ال2 features الأولانيين دول إن إحنا نتعلم مع بعض فيهم الكورس ده. خلّينا كده نجرّب حاجة تانية مع حضراتكم for I in range 10 print I ونشغّل الكود نلاقي إن هو طلب من 0 ل9. نيجي بقى على ويب سايت تاني مهم جدًا وهنعتمد عليه كتير في الكورس اسمه Hugging Face. Hugging Face نشوف بقى الفيلم ده. Hugging Face ده عبارة عن موقع عليه كل الmodels المدربة مسبقًا، الmodels دي اللي هي من الAI models. وهنا ميزة الويب سايت ده إن إحنا دايمًا هتلاقينا بنبحث عنه في بنبحث عن الmodels اللي هنشتغل عليها وهنوصل لها عن طريق الموقع ده. خلّيني أديكم مثال ولتكن مثلًا عن text classification، أو خلّينا نشوف الأول هو كل الmodels بتاعة الموقع ده بتعمل إيه. بُص كده، دي كل المهام اللي بيقوم بيها اللي هي بوسنسّها أو تصنيف النمط. فهتلاقي مثلًا هنا في text classification، هنا في object detection، طبعًا مهام كتيرة جدًا، جدًا. خلّينا مثلًا نشوف الtext classification على سبيل المثال كده، وهنختار اللغة العربية مثلًا. ده معناه إن كل الmodels اللي ظهرت لي باليمين دي
بتعمل classification للغة العربية، وبناءً عليه لو دخلت على أي model يقدر تنسخ الاسم بتاعه من هنا، ودي الطريقة اللي إحنا هنعتمد عليها في كل مرّة نتعلم فيها model بيقوم بمهمة ده اسم الmodel اللي هنعتمد عليه، وده طبعًا على سبيل المثال لو حضرتك محتاج تعرف models أكتر هتدخل على كلمة models دي اللي موجودة قدامنا على الشاشة، بتحدد المهمة اللي حضرتك طالبها من هنا، وتختار اسم الmodel وهنلاقي هنا إن الmodels مكتوب مثلًا هنا 14B 82M V1 دي عدد الbillions أو الmillions اللي الmodel ده من البيانات يعني اللي الmodel ده اتدرب عليها. وهنلاقي هنا كمان إن عدد الdownload يعني 1.9 مرّة اتعمل له download كل طبعًا ما الأعداد دي بتكون أعلى كل ما الmodels دي بتكون مشهورة أكتر. ولو حضرتك طبعًا عارف اسم model معيّن هتشتغل عليه ممكن برضه تبحث عنه هنا على Hugging Faces أو تعرف عنه أكتر. وبكده حضراتكم مش مطلوب منكم أي حاجة تعرفوها النهارده أكتر من المعلومتين دول، علشان بداية من الحلقة الجاية هنتعلم إزاي ب3 سطور بس من الكود نقدر نعتمد على الذكاء الاصطناعي في كل حاجة في حياتنا. أشوفكم الحلقة الجاية، أنا إيمان علي ودي سايبر توكس.